يا صباح الخير عليكي. في مرة من ذات المرامير نزلت أوصل البنات للمدرسة، والمفروض إني بعدي الطريق الناحية التانية علشان ناخد مواصلة لغاية هناك. وأنا عندي تروما من تعدية الشارع عشان كنت عملت حادثة زمان وأنا صغيرة، وبخاف البنات يتعرضوا لنفس الموقف. المهم وأنا واقفة مستنية الشارع يفضى خالص من العربيات عشان نعدي، لقيت راجل هدى كده بعربيته ووقف بجنب علشان يوقف باقي العربيات اللي وراه، وشاور لي عشان اعدي. انا فرحت فرحة، حسيت كده بمشاعر كتير في الوقت ده، اني متقدرة وان حد طبطب عليا وجبر بخاطري. حسيت بالاهتمام كده، كنت مبسوطة بجد. كل ما افتكر الراجل ده بدعيله دايما والله ان ربنا يوفقه ويساعده ويرزقه بالخير، رغم انه ممكن يكون ناسي الموقف اصلا. بس ممكن تعمل انت حاجة صغيرة مش واخد بالك منها، بس تفتح لك ابواب خير كتير. في اليوم ده برضو كان المفروض ان رايحة ادفع اقساط مصاريف المدرسة، وفي الحقيقة انا بنقط مش بدفع اقساط ولا حاجة، فببقى رايحة وانا محرجة كده من المشوار ده. بس لما دخلت الحسابات لقيت ميس سمية الله يسعدها بتقولي انا بفرح لما بشوفك. وكان معاها ام برضو جاية تنقط المدرسة، فقالت لها اصل نهلة دي طيبة وغلبانة. فميس سمية ردت عليها وقالت لا هي مش غلبانة، هي محترمة. انا من جوايا ايه ده، بجد انا كمان طلعت محترمة. كنت مبسوطة قوي ومروحة فرحانة وعايزة اعمل اي حاجة تفرح اي حد. فكرت ان سبحان الله ربنا امرنا ان لساننا يبقى حلو مع الناس. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يا لسانك ينقط عسل يا تلمه في بقك وتسكت احسن. موضوع اننا ساعات بنقعد نهزر فنقول كلام بايخ لحد بدافع عننا بنهرق بقى والقعدة حلوة وكده، او نشتم مثلا، ودي مشكلة تانية. لان ساعات بنفكر اننا لما بنشتم بهزار مش بنشتم بقى واحنا متعصبين وقصدا ان انا اضايق اللي قدامي، احنا كده مش بناخد سيئات. هي اي شتيمة ان شاء الله، حتى بتشتمي موقف، بتشتمي اكلة مش عاجباكي، بتشتمي كرسي مضايقك، هتتكتب. ما هو مفروض ما نقولش كلام وحش. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. احنا فعلا مربوطين من لساننا. الكلمة اللي بتطلع من بقك مش بتعرفي ترديها تاني، ما عندناش على بقنا كنترول زد. فالمفروض ناخد بالنا قوي من اللي بيطلع من بقنا او نسكت. بجد السكوت ده نعمة. فالكلام الحلو اللي بنقوله مش واجب بنعمله في بعض، ومش صفة حلوة حد بيتميز بيها والتاني لأ. الكلام الحلو أمر إلهي. زي كده لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، برضو وقولوا للناس حسنا. سبحان الله على الدين اللي خلى الكلمة الطيبة صدقة تقيك عذاب النار. سبحان الله اللي أمرنا نقول كلام حلو زي ما أمرنا نعبده ونصلي ونزكي. ممكن بكلمة تصنع يوم حلو الإنسان فيبتهج ومزاجه يحلو فيسعد اللي حواليه، وتلاقي كده بيستقبل تحدياته اليومية برضا. ممكن يقرر يبسط أهل بيته فهم كمان يبتهجوا ومزاجهم يحلو فيسعدوا جيرانهم. تخيلي كده معايا الشبكة دي. مثلا انتي قابلتي جارتك الصبح، سلمتي عليها وقلت لها كلمة حلوة، مثلا انا بتبسط لما بشوفك، ربنا يسعدك، انتي جارة حلوة قوي. اي كلمة حلوة، صباح الخير حتى. انا ساعات اقابل جيران ما بيقولوش حتى صباح الخير. فهي مثلا تبقى مبسوطة قلبها كده ينور، تروح الشغل حابة زمايلها، تصبح عليهم بكلام حلو، بيئة العمل تبقى لذيذة، يروحوا كلهم مبسوطين، يخشوا على أهل بيتهم كده كلهم بشاشة يقولوا لبعض كلام حلو، فالستات تفرح والرجالة تتبسط والمزاج يحلو والعيال كمان يحسوا بالحب. حي كامل يبات مبسوط بسبب كلمة انتي قلتيها حلوة الصبح، كله طبعا في ميزان حسناتك. ده يخلينا نتطرق لموضوع بيفقعني قوي. العالم من كام سنة اكتشف قال ايه ان التنمر مؤذي وجريمة، وبقى يعمل أفلام وقصص وكتب وحملات توعية ضد التنمر عشان العيال ما يعملوش كده. وده قصر ديل بصراحة يعني ولا تنابزوا بالألقاب اللي من 1500 سنة دي. ما لفتتش نظركم لحاجة؟ كأن العالم بيكتشف الأخلاق لأول مرة.
فلاقونا بقى الغرب المتحضر، الغرب المتنور، وهم لحد دلوقتي مش بيعرفوا يتشطفوا أصلا. مش بحب أقعد أبكي على الأطلال وأقول بقى إحنا زمان كنا وعملنا وسوينا، بس بجد في أجيال طالعة ما تعرفش حاجة خالص، ما تعرفش إن زمان الغرب عشان يتعلم طب ولا كيمياء أو العلوم عموما كان لازم يتعلم عربي الأول، لأن العلوم كانت مكتوبة بالعربي. وإن الأدباء الغرب في القرن ال12 كانوا بيولولوا إن الشباب الجديد اللي طالع بيتغنى بأشعار العرب وبيتكلم عربي أكتر ما بيتكلم لغته الأصلية. وسبب وجود كلمات في الإنجليزي قريبة للعربي زي كوتون مثلا، ليمون، كوفي، شوجر، ده لأن لسانهم كان معوج بالعربي. عندك مثلا الكاتب الأسباني اللي اسمه الفارو ده بيقولك إيه: وأسفا إن الجيل الناشئ من المسيحيين الأذكياء لا يحسنون أدبا غير الأدب العربي واللغة العربية، إنهم يلتهمون كتب العرب ويجمعون منها المكتبات الكثيرة بأغلى الأثمان، ويترنمون في كل مكان بالثناء على الذخائر العربية، وفي حين يسمعون بالكتب المسيحية فيأنفون من الإصغاء إليها متحججين بأنها شيء لا يستحق الالتفات. فيا للأسى إن المسيحيين قد نسوا لغتهم، أما لغة العرب فما أكثر الذين يحسنون التعبير بها على أحسن أسلوب، وقد ينظمون شعرا يفوق العرب أنفسهم. الراجل زي ما يكون بيوصفنا احنا دلوقتي ان احنا ما عادش بنتكلم لغتنا وبقينا نرطم كتير بالانجليش، والامهات بتفتخر ان عيالها بيتكلموا انجليزي. ده في امهات بتعاقب عيالها لو اتكلموا بالعربي. هو انا ايه اللي خلاني ادخل في المواضيع دي؟ انا كنت جايه اتكلم عن تاثير الكلام الحلو في قلوب الناس. مش عارفه ليه بقالي فتره كل ما اجي اتكلم في الموضوع يقلب معايا درس دين، ومش ببقى قصده على فكره، بس هو الكلام بيجيب بعضه. وبعدين ما فعلا بجد يعني الدين داخل في كل حاجة. اللي بيقولوا نفصل الدين عن الدنيا، ده انت مدرك انت بتقول ايه؟ يعني ده ربنا حرم الفواحش ومع ذلك الناس برضو لسه بتعملها، وهم عارفين ان في نار وعذاب وعقاب. ومن لو ما كانتش حرام؟ يعني عادي بقى تقتل اللي يغيظك، عادي تسرق اللي بتحقد عليه، كنا هنعيش ازاي؟ هتقولي كان القانون هيحمي الناس. طب كان فين القانون ده قبل الإسلام؟ لما كان الناس بيوقدوا بناتهم؟ كان فين لما استعبدوا البشر؟ كان فين لما الست ما كانتش بتورث؟ كان فين لما الراجل كان ماشي يتجوز على نفسه وبيجمع بين الأختين والحياة سبهلله زي القطط في صفايح الزبالة؟ وده كله كان في الجزيرة العربية بس، ما طلعناش فوق بقى كده عند أوروبا والعصور الوسطى والبلاوي اللي كانت بتحصل في الوقت ده. هتقولي أصلهم في الوقت ده ما كانوش لسه تحضروا. طب اشمعنى التحضر ظهر لما الإسلام جه؟ يا جدع ده الفيلسوف نيتشه في سنة 1900 يعني بعد الإسلام كان بيسأل هي المرأة دي إنسان ولا حيوان؟ كان الإنسان الأوروبي الواد الأبيضاني أبو عينين ملونة ده يروح أفريقيا يصطاد بشر من هناك ويرجع بلده يحطهم في قفص يتفرجوا عليه. دي ما كانش فيه قانون بيحمي ده. الغرب اتعلم التحضر أصلا من العرب. العصور الوسطى والظلام اللي كانوا فيه راح من بعد ما شافوا العرب عاملين ازاي. فكفاية فقع بقى. احنا دلوقتي حالنا ما يسرش كتير قوي بس ولا لينا اي لازمة، فبلاش نزود الطين بلة. يعني المفروض نقعد نشوف كده ايه اللي خلانا في وقت من الاوقات الغرب حاططنا تاج على راسه ودلوقتي بقينا جزمة في رجله. مش هتلاقي سبب غير انه الاسلام، ولو لقيت سبب تاني تعالى قولي عليه. لولا ان الاسلام نزل في الجزيرة العربية كان زمان العرب لسه بيرعوا غنم لحد دلوقتي. عندهم اقتصاد قوي ومستثمرين، لكن عمرهم ما كانوا هيعملوا امبراطورية من اسيا لاوروبا، ولا كان في علوم هتتكتب بلغتهم. المهم خلي لسانك حلو مع الناس عشان تلاقي الحلو، ومن فات قديم وتاه. واحنا مخلوقات اكتر حد على دراية بينا هو اللي خلقنا، وجاي معانا كتالوج بكيفية الاستخدام فيه ازاي نستعمل اجسادنا المخلوقة دي بطريقة صحيحة. الكتالوج ده هو القرآن. يا ريت لو تقوليلي كلام حلو، عشان مش مبسوطة من الحلقة دي، حاسة انها ضغطتني وقلبت عليا المواجع.
اشوفك تاني الصبح ان شاء الله. سلام.